العسل منتج نعتبره هدية من الرحمن للبشرية، لأنه النحلة هي الحشرة الوحيدة التي أوحى لها الله سبحانه وتعالى. الله أوحى للبشر ولمن من البشر، لمن اصطفى من البشر، كيف أن يكون هناك وحي لحشرة؟ سبحان الله. فهذا يدلك على تعظيم هذه الحشرة وأن لها شأن عند الله، فلا بد أن نهتم بها. لذلك منتجات النحلة كلها منتجات غذائية دوائية نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك كل شجرة، كل شجيرة، كل عشبة موجودة على وجه الأرض، الله يحفظك ويحسن إليك ويرعاك بذريتك، موجودة هذه النبتة على وجه الأرض لها رحيق يمتاز بصفاته الغذائية الدوائية المختلفة عن الآخر، فبالتالي هناك نتائج لبعض العسل تكون أنفع وأفضل من بعض العسل في بعض الأمراض، وهذا علم واسع. حبوب اللقاح لها نفس الفوائد، الغذاء الملكي له نفس الفوائد، بل بالعكس الغذاء الملكي يقال له في مصطلحات أنه إكسير الحياة، هو من أقوى مسببات دوام استمرارية الصحة في جسم الإنسان وفي بشرته وفي قدرته.